عايزه احصل على الشعور ده من الشخص ده، ولو ما ادانيش الجرعه بتاعت الشعور ده انا بيجيلي حاله من حالات التوتر والتعب والانهيار العصبي والحزن والخنقه وحاجات كتير قوي، لان انا معلقه كل سعادتي ومعلقه يومي وحياتي كلها على الطرف الاخر. ما عنديش قناعه بنفسي مني، انا مش تبعانه، ما عنديش حالة تشبع بنفسي، ما اقدرش اقعد لوحدي كتير، ما اقدرش ان انا اتعامل في الحياة اليومية عادي. ده تعلق. انما المحبة اللي انا تمام، ولو حد دخل حياتي فهو هيضيف ليا، هيزودني، هبقى مبسوطة والدنيا حلوة وتمام. ده الفرق بين الحب الطبيعي او السوي او المشاعر السوية ما بين التعلق. انما التعلق ده انك انت تبقي كابسة على نفس حد او هو كابس على نفسه. يعني انت عملت ايه؟ رحت فين؟ قاعده على الواحده مستنيه ان انا مش هاكل ولا هتبسط لما يجي ويقول لي كل، ان انا مش هعرف انام لما يقول لي خلاص انا جيت ونامي مش هتنامي. الفرق بين التعلق والمحبه والحب يا وليد. فده الفرق، انك انت بتقضي حياتك يومك عادي جدا، مش مستنيه حد يحسسك انك انت في امان او انك انت مهتم بيكي، انت بتعرفي تهتمي بنفسك، مش مستنيه حد يهتم بيكي. ده تعلق ونابع عن احتياج او صدمات في الطفوله او نقص في محبه الام والاب. انا ما شبعتش حنان وانا صغيره، ما شبعت، فبالتالي انا مستنيه اي حد علشان افضل ماسكه في رقبته ويحسسني بالامان ويحسسني بالسعاده ويحسسني ان انا مقبوله في وسط المجتمع وفي وسط الناس اللي حواليا. فده من الامور المرهقه جدا. ساعتها العلاقه بتتحول لعلاقه مضره، ومضره بالصحه، سامه، توكسيك. وفي الاخر بعد اللي هو اللي انا مش عايزه الشخص ده يهتم بيا ويحتضن مشاعري ويحتويني ويبقى موجود باستمرار ويحسسني باهميتي على طول، ان انا حاجه كبيره عنده جدا جدا جدا، ومن غيره انا ببقى حالتي وحشه، فده تعلق. لكن الحب اللي هو تمام، انا في حدود في التعامل وفي مساحه براح، اللي هو وقت ما يكلمني وانا نايمه، لا انا هفضل ان انا انام، مش شرط ان انا احرم نفسي من النوم عشان قاعده مستنيه مكالمه او رساله. ومش هنام الا لما تجيلي المكالمه دي او الرساله، شرط. وتعلق واذى، بتاذي نفسك وفي نفس الوقت بتبقي راميه حملك او مسؤوليتك على البني ادم اللي قصادك. فبيخنقوا في الاول، بتبان حاجه لطيفه، بعد كده خلاص الطرف اللي هو بترمي عليه العبء ده بيمل او بيتضايق، وهو برضو بيعمل كده لانه هيعاملك بنفس الشعور اللي طالع من جواكي من غير ما يقصد، لان هتلاقيه ممكن يتعامل معاكي انت بطريقه، ممكن يتعامل مع واحده غيرك بطريقه تانيه خالص. انت اللي بتحددي اللي قدامك يعاملك ازاي، بناء على ايه؟ على الشعور اللي انت حاسه بيه جوه. فده الفرق ما بين الحب وما بين التعلق. سلوكيات كتير، شعور كتير، قلق، ارهاق، توتر في عدم وجوده، هو راح فين؟ ما راحش فين؟ ابقى تبقي قاعده بتلفي حوالين نفسك متوتره، انت مش حاسه بالامان، انت مش مرتاحه، عايزاه يفضل حاضر كده. طيب لو رجعنا الى ما قبل حضوره او وجوده اصلا في حياتك، كنت عايشه ازاي وبتعملي ايه؟ في عندي واحدة بتقولك يعني معنى كلامك ان الناس كده مش بتحب تتعلق. انا اتكلمت وقلت ان الحب هو اللي بيوفر لك حاله من حالات الرفاهيه النفسيه، راحه. في فرق بين الحب والعلاقات السويه المريحه. طول ما انت في علاقه مريحه فيها طمانينه، فيها ثقه، فيها اكتفاء وشبع، انتوا بتتشاركوا مع بعض، بتكملوا، بتزودوا الحلو ما بينكم وبتخففوا الاعباء عن نفسكم. مش حد بيرمي تسلطه وبيرمي بلاويه ومشاعره وعقده على اللي قصاده عشان يخنقه وينكد عليه وعلى اللي جابوه. مبسوطه؟ بتسأل وبتقول كده الناس ما بيحبوش بعض، لا، ولكن في درجات من درجات الاضطرابات. الاضطرابات انواعها كتيره قوي، مش معنى كده ان في ناس يقول تانيين لك لا مشاعرهم، لا ما فيش لا ما فيش، انا اعرف ناس بتبقى متسلطة في العلاقة. ما خلي بالك في بيبقى اضطراب متبادل، يعني رايح جاي، حد متسلط فالتاني بيعاجبه دور انه يبقى خانع، وان هو متسيطر عليه، وان هو واخد على دماغه، وان هو متكهرب طول الوقت. وليه سميتيها المسمى ده؟ لان هو متعود على كده،
او حاسس او ترجم مسمى ده ان هو حب. هو مش حب. ما يمكن شاف مثلا ان ده احسن حد عامله. المصلحه مش بس ان يكون حد طمعان في مالك او في جسدك، لا، ممكن يكون حد طمعان في طاقتك، ان هو يحس بنفسه لما يسيطر عليكي، بيحس برجولته او بيحس بامكانيته او بقوته لما يسيطر، او ان هو يضغط على حد او يتحكم فيه. وبرده ده بيبقى نابع من ايه؟ انت اللي بتقرري اللي طب قصادك ما هو يعاملك ازاي. ممكن يكون بيدي بس. بيدي بس من غير ما يسيطر، تمام، مفيش حد بيدي بس. بيدي اهتمام، بيدي امان، بيدي طاقة إيجابية، بيدي نصايح كده يعني. الامان عمره ما يكون مشروط. الامان انت امنه في كل الاوضاع، في وجودي وفي غيابي. انت ليكي حدودك، ليكي درجه تعاملك. ما الامان مش ممكن مشروط. ما ممكن يكون العيب في الطرف التاني، ان مثلا ان هو مثلا بطبعه شكاك مثلا. ما انا هقول ان لك، ما انا لسه بعيده. مهما حتى حسسك لو بالامان، انت انت فيك طبع مركزه، الشك. استني، لو انت مركزه زي ما انا بقول لك كده، هقول لك ان الاضطراب بيبقى متبادل. يعني انت ممكن يكون في شخص النهارده جاي بيعاملك انت بطريقه، مم. تمام، ولقيتيه بيتعامل مع سين من الناس بطريقه تانية خالص، وهو نفس الشخص. طب طريقته اتغيرت ليه؟ بيعامل واحده بقسوه، بيعامل واحده مثلا بحنيه زياده، بيعامل واحده بكرم، بيعامل واحده باحتقار وباهمال وببخل، بيعامل واحده بتسلط، وفي واحده تانية بيجي عند حدوده وبيقف ما يقدرش، وفي واحده تانية بيجي عند حدوده وبيقف ما يقدرش يتخطاها. بناء على ايه؟ بناء انت حاسه بنفسك ازاي من العمق، وانت شايفه نفسك ازاي. انت شايفه نفسك من جوه ازاي. كل العالم هتشوفك زي ما انت حاسه بنفسك او شايفه نفسك من جوه، سواء انت مدركه او منتبهه لده او مش واخده بالك. مشاعرك بتترجم من خلال معاملات الاخرين، لان بنسبه 90% انعكاس ليكي انت.